جدا. سنعطيكم تقرير حول المباريات النصف النهائي للكرة المصغرة برسم دوري ملحقة الثانوية باب الصحراء تحت إشراف اللجنة الرياضية خروف سهيل ومروش محمد يونس الرفيقي مامين غميد، والتعليق كان من الضاوي مصطفى. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر الفعاليات الرياضية التي ساهمت في إنجاح هذا العرس الرياضي الخاص من نوعه، وأخص بالذكر الأساتذة المحترمين الأستاذ بوسعدة والأستاذ فانينا بوجمعة وجميع الطاقم الإداري تحت إشراف الأستاذ هشام البرنسي واللجنة المنظمة على رأسهم خروف سهيل مروش محمد مامين غميد والرفيقي يونس. وفي الأخير أجدد الشكر الجزيل إلى عشاق كرة القدم. أما بالنسبة للمقابلة الأولى فكانت بين أولاباك 2 و3، انطلقت في تمام الساعة 3 بعد الزوال في مركز تكوين المعلمين والمعلمات. بطبيعة الحال قبل انطلاق المقابلة كان هناك عمل جبار وفعال من طرف الفعاليات الرياضية، خاصة اللجنة المنظمة لهذا العرس الرياضي الذي كان في أرضية جميلة. صراحة قبل بداية المباراة ب30 دقيقة كانت اللجنة المنظمة حاضرة لتنظيف الملعب الذي كان غير صالح لإجراء مقابلة من هذا الحجم. لا ننسى كذلك التحضير والإعداد والتعليق على المقابلة. بطبيعة الحال كانت المساعدة والدعم من طرف الطاقم الإداري الذي مدنا بالمعدات والتجهيزات للتعليق على المقابلة. ربما حلاوة اللقاء اكتملت بالتعليق الذي لا يقع إلا في المقابلات الأوروبية والعربية والمقابلات التي نشاهد على التلفاز. تحقق هذا بعد أن كان في الحلم، لكن بعد الدعم الإداري أصبح في الحقيقة. وفي تمام الساعة 3:30 انطلقت المقابلة بعد عزف النشيد الوطني المغربي وإعطاء تشكيلة التي دخل بها الفريقين. فريق الأولاباك 3 دخل بالتشكيلة البشرية التالية: في حراسة المرمى هناك البهجي محمد، باقي اللاعبين هناك العزاوي فيصل، الزحوت حسن، بوشط رمضان، النيل حمادي، بويه أيوب، رقيبي محمد، يونس الرفيقي كعميد تحت قيادة المدرب أجمان عبد الرحيم. أما فريق نجوم حمان فقد دخل بتشكيلة البشرية التالية التشكيلة البشرية الثانية: في حراسة المرمى هناك سوسان سعيد، باقي اللاعبين هناك أسكان علي، بومليك رشيد، حيماد إبراهيم، معتصم نور الدين، الراضي عبد الله، شهوب فيصل. كانت ضربات البداية لأصدقاء فيصل شهوب الذي حضروا يوم الجمعة لإثبات الذات والحصول على الفوز، وبالتالي المرور إلى النهاية التي سوف تحمل هي الأخرى أجواء خاصة واحتفالية. وبعد مرور 10 دقائق من أطوار الشوط الأول كانت بداية خير لأصحاب الحارس المهرج سوسان سعيد الذي كان متفائل قبل بداية المقابلة، وبالفعل تأتى له ذلك في الدقائق الأولى حمل توقيع اللاعب المخضرم من شهوب فيصل. لكن الفرحة لم تدم طويلا، حيث جاء الهدف التعادل في الدقيقة 15 حمل إمضاء اللاعب بوشط رمضان صاحب القامة الطويلة. لكن الفرحة الملقب بفكاك لحيل بعد هدف تعادل انتعشت المباراة وتم تبادل الحملات المرتدة، وأخذت الكرة تأخذ اتجاها واحد وهو مرمى المهرج سوسان سعيد الذي تألق في المقابلة وأنقذ مرماه من أهداف محققة. لكن الدقائق القادمة كانت صعبة، بحيث تمكن فريق لما حبنا من توقيع الهدف الثاني حمل توقيع نجم اللقاء الزحوت حسن رغم قصر القامة بشكل كبير جدا على مستوى الهجوم، ومد زملائه بكرات رائعة في الحقيقة. 6 دقائق بعد ذلك يأتي نفس اللاعب ويعمق جراح فريق نجوم حمان بثلاثية حملت إمضاء النجم المتألق الزحوت حسن. بعد دقائق قليلة يعلن الحكم اللقاء مروش الملقب بالحكم الإيطالي الصارم كورينا بنهاية الشوط الأول الذي انتهى لصالح أصدقاء الرفيقي ب3 مقابل 1. وفي الجولة الثانية كانت ضربة بداية لفريق أصدقاء يونس الرفيقي الذي كانوا يعانون صعوبة اللقاء، خصوصا في هذه الجولة، لأن فريق نجوم حمان يطمح للبحث على الهدف التعادل ثم بعد ذلك الفوز في اللقاء ككل.
لكن الدقائق القادمة ستكون محزنة، وبالتالي سوف تقضي على أحلام نجوم حمان واستمرار الزحف الهجومي لفريق اللي ما حبنا. من هذا أثر بشكل كبير على الحارس سوسان سعيد الذي تلفظ بكلمات لا تمت بالرياضة بصلة، وبالتالي يشير الحكم مروش إليه ببطاقة صفراء، وهو غير راضي بتاتا على قرار الحكم، ثم تصرف بسلوك آخر ليشير إليه الحكم ببطاقة صفراء ثانية، وبالتالي الحكم بمغادرة رقعة الميدان، بحيث اعتبرت نقطة تحول في اللقاء. ثواني قليلة بعد ذلك يضيف عميد الفريق يونس الرفيقي الهدف الخامس لفائدة فريق اللي ما حبنا، وهدفه الشخصي في المقابلة، لأن يمر على الهدف سوى 4 دقائق ليأتي نفس اللاعب ليوقع الهدف السادس في المقابلة لفريق اللي ما حبنا. لم يكتفي بهذه النتيجة العريضة التي سجلها ليعود نفس اللاعب ليوقع الهدف الثالث له في اللقاء، أو ما يسمى بالهاتريك. وبعد ذلك ب7 دقائق يعلن الحكم اللقاء بنهاية المقابلة الساخنة التي دارت بين نجوم حمان وفريق الأولاباك 3 الملقب باللي ما حبنا بنتيجة 7-2. أما بالنسبة للمقابلة الثانية فدارت في تمام الساعة 4:30 لأن تكون هذه المباراة لما سبقتها، بل أجريت المقابلة في أجواء وطقوس خاصة. الشيء الجميل في هذا النزال حضور الجماهير الرياضية لمعاينة الحدث الرياضي. في البداية كانت ضربة البداية لفائدة أصدقاء بالريش الذي أتوا يوم الجمعة للانتصار، هذا هو العنوان البارز لجدع مشترك 5. لكن الدقائق القادمة أبد العكس، بحيث تمكن الأولاباك 5 بالتوقيع على الهدف الأول في الجولة الأولى حمل توقيع المايسترو العسري خليد. بعد ذلك تحرك أصدقاء بالريش لإدراك التعادل ليفاجئوا بالهدف الثاني، وحمل توقيع المهاجم الذي يجيد الاختراق بسهولة كبيرة اسمه سمير اليحيوي. ثواني قليلة على نهاية الشوط الأول يأتي نفس اللاعب ليقضي على أحلام جدع مشترك 5 ويوقع على ثلاثية بهذا الهدف، ليعلن الحكم خروف سهيل على نهاية الشوط الأول بفوز الأولاباك 5 بثلاثية بيضاء على حساب جدع مشترك 5. وفي الجولة الثانية كانت ضربة البداية لفريق الأولاباك 5 الذي دخلوا عازمين على الفوز في هذا اللقاء، وإضافة أهداف أخرى. صحيح الفوز ب3 أهداف يضمن لأصدقاء المايسترو العسلي للمرور إلى النهاية الذي يتمناها كل فريق المشارك في هذا الدوري. وبعد 10 دقائق من زمن الشوط الثاني جاء الهدف الأمان على يد العميد والمايسترو خليد العسري الذي اعتبر نجم اللقاء، في الحقيقة نجم اللقاء بدون منازع. بعد 4 دقائق يأتي نفس اللاعب ليوقع الهدف الخامس في هذه الجولة وهدفه الثالث في اللقاء. لن ينتظر زملاء المايسترو العسري طويلا ليأتي اللاعب سمير ليعمق جراح جدع مشترك 5. 5 دقائق على نهاية المقابلة. 5 دقائق على نهاية المقابلة يأتي عميد الفريق جدع مشترك 5 ليوقع هدفه الشرف. الموقع هو بالريش. لم تتوقف الآلة الهجومية للأولاباك 5 لأن تقف عند هذا الحد، بل سوف يأتي الهدف السابع في اللقاء حمل توقيع المهاجم الدراوي. ب3 دقائق يعلن الحكم اللقاء على نهاية المقابلة بتفوق واضح للأولاباك 5 على حساب الجدع مشترك 7 مقابل هدف واحد يتيم. وفي الأخير يمكن القول بأن هذا الدوري للكرة المصغرة تم تنظيمه من طرف الفعاليات الرياضية بشكل محكم. لا ننسى كذلك أن نجدد الشكر إلى الطاقم الإداري على المساعدة التي أعطيت إلينا لمعاينة هذا الحدث الرياضي،
وإذا قبل هذا نعطيكم تشكيلة الفريق الأولى باك 5. في العسري خالد، فاسكي سمير اليحيى، فاسكي محمد، سمير اليحيوي، التونسي محمد، وبالخير كحارس، الدراوي علي، تاج الدين كمدافع تحت قيادة المدرب، الكف بحلاسة. أما بالنسبة لتشكيلة الجذع المشترك 5 هناك عبد الكريم بريش، بقار محمد لمين، خفياف يوسف، الوردي إبراهيم، عبد الرحمن أبيضار، المعروفي سفيان كحارس، بوعلاقة علي، المدرب يونس الرفيقي. والآن سيدتي وسادتي نودعكم وإليكم تحيات الضوي مصطفى من مصلحة الرياضة، إلى فرصة قادمة إن شاء الله.